اخواتي عاملين ايه؟ جايب لكم النهارده حاجه لاول مره تنزل على قناتي. تمام، ملف فيه 200 سيم. شفت الاشكال اللي انت شفتها دي كلها من شويه؟ هخليك تركب الاشكال دي كلها. طيب السؤال اللي هيجي في دماغك، يا ايفن انا بركب السيمات دي ازاي؟ طيب تابع معايا بقى الشرح. سيب لك تحت في الديسكربشن لينك ملف. تمام، اول ما تدوس على اللينك اللي تحت في الديسكربشن هيفتح معاك بالصفحه اللي انت شايفها دي. هتدوس على المربع الازرق اللي في النص ده. الملف هينزل معاك في اقل من نص دقيقه. الملف اصلا حجمه نص ميجا. تمام، بعد ما الملف نزل معاك هتقوم طالع من الصفحه دي خلاص كده، وهتقوم فاتح مدير الملفات، ذاكره الهاتف، ملف اسمه الداونلود. ملف السمات نزل لك في الداونلود اهو. لازم تفك الضغط من عليه، ما ينفعش تركب السمات وهي مضغوطه. هتفك الضغط ازاي؟ تقوم دايس عليه وهتقوم دايس استخراج. الملف اتفك. لو دخلت عليه كده عندك 200 سيم. تمام، نخش نركب سيمات بقى. احنا كل اللي عملناه نزلنا الملف اللي انا سايب لك ليه تحت لينك في الديسكربشن، نزلناه وفكينا الضغط من عليه. تمام، هتركب السيمات ازاي؟ تقوم دايس على الثلاث نقط. مبدئيا كده ده السيم الاصلي بتاع النسخه، تمام، اللي النسخه اصلا بتجيلك بيه. هتقوم دايس على الثلاث نقط عشان تركب سيمات. اعدادات نسخه ايفل، سيمات النسخه، تطبيق سيم الملف. هتقوم نازل تحت كده داونلود، المكان اللي نزل لك فيه الملف ده وهو مضغوط. لو انت دوست عليه وهو مضغوط هيكتب لك ايرور. فهمت احنا فكينا الضغط ليه من عليه؟ لازم تفك الضغط من عليه. تطبيق سيم الملف، داونلود. هنخش على مفكوك الضغط. المفكوك الضغط كل دي سيمات. عندك 200 سيم. نركب مثلا السيم رقم 94. تمام، هنركب سيم غيره. هتدوس على الثلاث نقط، اعدادات نسخه ايفل، سيمات النسخه، تطبيق سيم الملف، الداونلود اللي المكان نزل لك فيه الملف، سيمات واتساب ايفل، سيمات واتساب ايفل. نختار مثلا السيم رقم 135. نخش على السيم اللي بعده. هتدوس على الثلاث نقط، اعدادات نسخه ايفل، سيمات النسخه، تطبيق سيم الملف، داونلود، سيمات واتساب ايفل، سيمات واتساب ايفل. نحط مثلا السيم رقم 181. عندك سيمات ايفون كتير وسيمات اندرويد كتير. تمام، هندوس على الثلاث نقط، اعدادات نسخه ايفل. هنركب السيم اللي بعده، سيمات النسخه، تطبيق سيم الملف، داونلود، سيمات واتساب ايفل، سيمات واتساب ايفل. السيم مثلا 168. ده سيم ايفون. تمام، ده السيم بتاع الايفون. طيب السؤال اللي هيجي دلوقتي في دماغك، يا ايفل انا مش عايز السيمات دي، عايز ارجع للسيم الاصلي اللي النسخه اصلا بتجيلي بيه. هقول لك تعمل ايه. هتدوس على الثلاث نقط، اعدادات نسخه ايفل، سيمات النسخه، شايف اعاده ضبط؟ تقوم دايس عليها حسنا. هيرجعك للسيم الاصلي اللي النسخه اصلا بتجيلك بيه. ده السيم الاصلي اللي النسخه اصلا بتيجي بيه. ملخص الفيديو بقى احكيهولك. تمام، سيب لك تحت في الديسكربشن لينك ملف. تمام، اول ما تدوس على اللينك اللي تحت في الديسكربشن هيفتح معاك بالصفحه اللي انت هتشوفها دي. هتقوم دايس على المربع الازرق ده، تنزيل. تمام، بعد ما الملف نزل معاك وينزل معاك بسرعه تقوم داخل على مدير الملفات، ذاكره الهاتف، داونلود. الملف هينزل معاك مضغوط زي ما انت شايف اهو. طبعا مش هينفع تركبه مضغوط. تقوم دايس عليه، استخراج. بعد ما استخرجته هتقوم داخل على النسخه اللي انت عايز تركب فيها السيمات، وهتقوم دايس على الثلاث نقط، اعدادات نسخه ايفل، تقوم داخل على سيمات النسخه، تطبيق سيم الملف، تقوم داخل على الداونلود المكان اللي نزل فيه السيمات. ما ينفعش تركبه وهو مضغوط. هتقوم دايس على اللي فوقيها، تقوم دايس تاني. عندك 200 سيم زي ما انت شايف اهو. كل دي سيمات. احفظ رقم السيم اللي انت بتحبه عشان لما تيجي تركبه بعد كده ما تتلخبطش. كل دي سيمات. تمام، 200 سيم. طيب قدر انت السيمات دي كلها ما عجبتكش، بس انا واثق ان في منهم كتير قوي هيعجبك. قدر انت السيمات دي كلها ما عجبتكش، عايز ترجع للسيم الاصلي اللي النسخه اصلا بتجيلك بيه، اللي هو السيم الاصلي بتاع النسخه. هتقوم دايس اعاده ضبط حسنا. السيم الاصلي بتاع النسخه هيجيلك كده. انت يعتبر مش مركب سيمات. تمام، بس كده يا قلبي، وده يكون الفيديو اللي فيه 200 سيم. يلا سلام يا احلى اخوات في الدنيا، اشوفكم في فيديو جديد.